ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ انا هاجر من قناة لولي شانيل. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تضغطوا على على علامة اللايك وتدوسوا على اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حاجة بننزلها. وقمنا النهاردة بقى ايه، لبسنا وجرينا ورايحين عند خالته. ده احلى يوم بالنسبة لي، رحنا عند خالته وكده بقى. بصوا فرحة بالنسبة لي انا والبنات، وماما طبعا ربنا يخليها لنا يا رب ويديها الصحة وطولة العمر. ورايحين وخالته عامله لنا احلى مفاجاه. احلى حاجه كان نفسي فيها الفسيخ ده، وده عمايل ايديها، ربي يخليها لنا ويطول في عمرها ويديها الصحه والعافيه. عمايل ايديها. واحلى غدوه مش عشوه، لا دي كانت غدوه. واحنا بيتنا اليوم ده. بصوا الفسيخ بقى قلبه احمر، ده الطريقه اللي تخلي تعمليه في بيتك وتملحيه وتخليه في بيتك وتبقي عارفه ان هي مية مية، ولا عمرها في يوم هتطلع وحشه ولا اي حاجه. واحسن طريقه تاخديها من ايد اللي بيحب الاكل. اللي بيحب الاكل هو اللي بيحب يعمله وبيطلعه بكل حاجه. بصوا بقى، بصوا لونه احمر ووردي ازاي، ودايب دايب دوب ناعم. مش زي الفسيخ التاني كده تلاقيه ناشف وما فيهاش اي حاجه. وكانت عامله لنا اللهم بارك يعني طبق، علبه فسيخ كلها فتحتها لنا. وحاجات كتير بقى بتعملها ومخللاته، في فيديوهات كتير هنصورها عند خالته، حاجات حلوه كتير بتعملها لنا من ايديها. بصوا كده اللقمه مش بتخش في قلبي، دي مش بتخش في بقي، دي بتخش في قلبي على طول. بصوا، نازله نازله على طول. الصراحه كان طعمه جميل، ومش مالح ومش محادق. اللي هو ايه، شفتوا ام مكه بتعمل تكه؟ لا بقى دي تونه، زيرو ملح، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش ريحه زفاره. واحلى فسيخ تاكليه بجد، احلى فسيخ تاكليه هنا. كل اللي وصل معانا للمرحله دي يدعي لها ربنا يطول في عمرها ويديها الصحه والعافيه. ويلا بقى هجيب لكم اسراره وتكاته وازاي تخليه في بيتك وانت مكانك ويطلع معاكي ولا اروع من كده. يلا كملوا الفيديو معايا وشوفوا بقى بيتعمل ازاي. وما تنسونيش بدعوة حلوة ولايك واشتراك يا بنات. خالته، السمكة دي ايه؟ دي بودي. قولي لنا بقى طريقتها عاملاها ازاي. بصي يا حبيبتي، بالصلاة على النبي كده، اللهم صل على النبي. نقول صلى على النبي كده. ان احنا بنجيب البوري ده بنغسله تحت الحنفية، اه بنغسله كويس قوي، ونيجي عند اليخاشين. اي حبيبتي، بنجيب نغسل خياشيم وكده، دي اه نغسلها ننضفها من الطين اللي من البحر. بعدين بنحطه في مصفى. ايوه بعدين نرشه شوية ملح ونخليه عشان ينزل الدم اللي في قلبي، اه و اي دم في قلبيه وميته كلها. وبعدين بنمسك احنا جسمه قبل كده، قبليه بعد كده بنمسك جسمه من هنا. اه نفضل ايه، نضغط نتني في عليه ايه، اكنك كده بتدلكيه كده بدلكه عشان يفصل اللحم عن الايه، عن عن الجسم جوه. الجلد. اما اجي اه انضفه اطلع اللحم كله ايه مره مرة واحده. واحدة. بعد كده بجيب كركم وملح وشطه اه واعملهم على بعضهم خلطه. كمية كبيرة يعني. لا على قد انت بقى تويم يعني، دول حاطين يجي نص، اقل من نص كيس ملح مش صغير. اه بعدين بحط اول حاجه هنا طبعا انا بعمل مناديل. بعد كده امسح لو عشان في تبقى دم ناشفة هنا. خالص ما فيهاش مية ولا اي مفيهاش، حاجة، طبعا لا لا بنسيبها في المصفى. ما انت بتسيبي في المصفى وتحطيه في التلاجة مغطيه طبعا. بتقومي حاطه المنديل هنا، تطلعي ايه، تنشفي الدم اللي في قلبي. الدم ايه اللي هنا في قلبي لو فيه، اذا لقيتي. خلاص بعد كده بنجيب اكياس نايلون. وبعدين اللهم صل على النبي بنفرش الارضيه بتاعته طبعا بالكركم والحاجات دي، كركم والشطة والملح. ايوه، عشان الكركم طبعا مضاد حيوي بيحفظ. اه بعد كده نحط راق ملح ونحط رش عليه. من اول حاجه بنملى الخياشيم من هنا عشان ما بنملاها. ننساش، اي من ناحيتين كده. اه بعدين نفرش بقى، نعمل لها كفر بالملح بقى ملح من الارضيه، بعدين ملح من فوق. بعدين اللي بعديه برضك رقات رقات. وبعدين خلصناه كده، نقوم حاطينه في كيس نايلون ورابطينه. كيس أيوة. نايلون تاني تالت عشان الريحه بتاعته ما تطلعش، ونقوم رابطين عليه. ونسيبه قد ايه بقى قبل ما نفتح عليه؟ من هقولي 3 اسابيع، يعني 21 يوم، شهر. اه عشان تاكليه كويس حلو. وتبقى اللحمه حمرا كده من جوه وحلوه زي اللي احنا ايوه شايفينها. كده. بعدين تحاولي ايه تقلبيه في كيس مثلا، مع الكيس الناحيه دي مثلا، كيس نايلون. كيس نايلون. اه يعني مثلا على الناحيه دي ومقلبه على الناحيه الثانيه، مره كده ومره كده. ايوه. اه عشان طبعا هو بينزل ميه، وادي الميه بتاعته اللي هو نزلها. اه الميه اللي نزلت دي الميه اللي ايوه. هي نزلت كده. خلاص كده. وتنضفي كده بسم الله ما شاء الله.
وتاكليه بقى بألف هنا وشفا عليه. الله يهنيكي. طب واحنا مثلا نجيبها احسن اللي هي تبقى حجمها الوسط ولا اللي هي الكبيره ولا ايه؟ لا الكبيره احسن، بس انا ما لقيتش عند الراجل بصراحه غير الوسط ده اللي لا عادي الموجود، والوسط مش وحش، ما مش احنا وحش، ساعات لما بنجيبه بيبقى فيه وسط وفيه لو صغير. جبتيها الكبيره احسن، بس بتاخد وقت اكتر اه في لكن التسويه. الوسط ده سريع. ده سريع لكن الكبيره احسن تطلعي لحمه اكتر. بس انا ما لقيتش عند الراجل غير الحجم ده. لا كويس. ايوه ماشي يا خالتي. وده يعني بيبقى طعمه حلو بألف هنا وشفا. دلوقتي هتدوقوا وتقولوا بقى. وانا شايفه العيال بقى قاعده متلميه الناحيه التانيه، كله عايز ياكل، كله مستنيه. طبعا حط الخس بقى والتمام التمام زي الفل كده. يلا كوبايه شاي تشيله يلا. ماشي ماشي حبايبي، يلا الف صلاه على النبي. بصوا بقى كده يا بنات، وهي حاطاه في علبه كده، والعلبه دي قافلاها، وكمان من جوه العلبه في كام كيس، يعني شنطه جوه شنطه جوه شنطه، وهو في اول شنطه. لازم تبقى حاكماه كده بالطريقه دي، والشنط متملحه ومفضيه منها الهوا خالص، ولفاه شنطه واتنين وتلاته واربعه وعشان ما يعملش ريحه. وكمان يعني دي طريقه تخليله بقى. وبعد كده تحطه في علبه وتقفلها وتشيلها. هو مش بيكمل يعني زي ما قالت لكم كده من 10 ل20 يوم. وبعدين السمكة دي وسط، طبعا هي بتجيب كبير، بس عشان هي عايزة تخليل سريع كده فكان وسط، عشان انا كنت طالباه منها وكان نفسي فيه قوي، فهي عملته لي. وبصراحة يعني احلى فسيخ اكله من ايديها. وكده بقى كانت فتحتها وكانت بتنضفها من جوه، وبتوريكم من جوه ان هي بتنضف. يعني ايه ده السمك المعفن اللي المصريين بتاكله بجد والله العظيم، ده بيخش في قلبي مش بينزل في معدتي. فسيخ بقى. بص هو اللون ده من الكركم، الكركم هو اللي عامل اللون الجميل ده. ما هي مليكة مش بصي يا بنات بقى لون اللحمه كده وردي ازاي، وردي مش اللي هو مخضر ومصفر، لا لا، اللون وردي كده وطعمه جميل وزيرو، لا زيرو ملح. ربنا يخليكي لنا يا خالته، تسلم ايديكي على الاكله الجميله دي.